دايما انت عشان عايش بره مصر، وفكره ان بيحدث شيء جيد جوه البلد، ان يبقى في زياره من نجم كبير ومدرب كبير زي جوارديولا، وزيارته ما اعرفش تابعتها ولا لا يا كابتن. طبعا طبعا طبعا. النهارده في الاقصر، وكان قبل كده موجود في اه، الهرم من وجا اول امبارح بالليل وراح الهرم. لا لا لا. وجميل طبعا بعد حصوله كمان على دوري الابطال وحصوله على الدوري طبعا الانجليزي. طبعا برضه طبعا. شايفها ازاي يا كابتن هذه الزياره المهمه بالنسبه لجوارديولا لمصر الناس دي الحقيقه؟ لما بتزور الناس دي لما بتزور مصر، انت مثلا ممكن واحد عادي بيزور مصر بيروح يقول للاسره بتاعته اصحابه، مش كده؟ صحيح. ده لما بيزور مصر هيبقى فيه كام 10 مليون متابعين له. ف 10 مليون بيعرفوا انه في مصر وبيشوفوا صور مصر. ف... فانت شايف الدعايه اللي دعم انت عشان الحكومه عندنا توصل ل 10 مليون واحد ان السياحه في مصر كويسه، هتدفع كام؟ ده دعايه ببلاش، يعني دعايه ببلاش. انا عمال وعايز يجي بس ظروفه عن تصوير. ما اعرفش انت، احنا في مصر نعرفه شكلا بس ما نعرفوش اسما. بس هنا في امريكا وفي اوروبا معروف جدا اللي هو الممثل الكوميدي ويل فيرو. اوكي كابتن. لو كنت عارفه انت ويل مش فيرو. قوي يعني، كانت لا اسمع الاسم لكن طبعا مش فاكر حاجه. لما تشوفه هتعرفه. احنا في اه مصر بنعرفه بالشكل ده. اه ده طبعا في امريكا ده ما اقول لك، لو امريكا 350 مليون في 300 مليون متابعينه. عايز ينزل مصر هو واسرته والكلام ده. وانا ان شاء الله وكل ما يجي له حاجه تصوير يروح هنا بس ان شاء الله هينزل. فدولت بيعملوا سمعه لمصر كويسه جدا جدا، احنا نستغلها اكتر. ومش عايزين يعني ان احنا نضايق. هو جاي طبعا بعد ضغط طول السنه، واخد 3 بطولات والكلام ده. انت عارف عندنا في مصر 20 واللي بيجي يتصور معاك اللي حبوه زوج بقى، ده جوارديولا كات. ما اه انا بس ده الحاجات جوارديولا دي. الحقيقي يعني. الحاجات دي هو عايز ينسى نفسه، عايز ينسى اه وعاوز مع الاولاد، وعايز اه يمشي في الشارع، اه عايز يحس انه عايز يقضي وقت كويس، ما فيش الضغط بقى والتصوير والبتاع. هو في طول السنه فيه. انا بقول لك على شعور الناس دي بتفكر ازاي. فكل ما نديله الهدوء وكل ما نديله وقته ومع صوته ما نضايقوش، هيستمتع اكتر. كل ما يستمتع اكتر هيحط على الماسنجر وريفر اللي هو طبعا المدينه انا في السوشيال ميديا فكل بتاعته الناس كلها. هتعرف ناس اكتر والكلام ده والشيره بقى اكتر. فطبعا انا شايف دي بس الغريبه يعني يا حاجه كويسه. كابتن زكي ان هو ما طلبش يقابل جوارديولا مصر الحقيقه. كابتن رضا يعني لغايه دلوقتي ما طلب. انا نفسي طبعا اللقاء ده انا عشان. نفسي اشوف اللقاء ده الحقيقه. لا، ما انا اقول لك اللي هيحصل ايه في اللقاء. ايه بقى؟ جوارديولا طبعا الحقيقي هيمسك رضا يديله حته على ولمين ثلاثه لا بالشلوط. لا 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 صدقني لا لا صدقني لا لا, لا طبعا صدقني. هم. بس خلي بالك بس تعرف اصل كابتن رضا بيحبه عاوز. قوي، هو شايفه ان هو اعظم مدرب جه في انت لو قلت التاريخ. لي بتشجع مين، انا من نفسي اه كشخص، انا اه كمدرب كوره ومدرب محترف بقالي 32 سنه. اه انت بتشجع مين؟ هقول لك يعني في الاخر 15 سنه انا بشجع الفرقه اللي بيمرنها جوارديولا. اه اذا كانت برشلونه، بايرن كله ميونخ. كله 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 بيحاول الصراحه مع المدرب ده. لانه دايما بقول لك جوارديولا ده زي اديسون. قلت لك كده، اديسون لما اخترع الكهرباء غير العالم كله. النهارده الكمبيوتر كل حاجه بالكهرباء والاير كونديشن غير العالم كله. جوارديولا في الكوره غير كل الكوره، غير فكر الكوره. صحيح. يعني اقول لك يا فاروق نتكلم كوره. تعالى فرقه مان سيتي الاخر، شوف كام لعيب عندهم اتاكي منتاليتي وبيحطوهم مع بعض. في 7 من الاساسيين، 7 عندهم اتاكي منتاليتي ما هيش ديفنس. ورغم كده بالسبعه دولت اللي هو لو اقول لك اسمائهم هالاند برلاندو الناس كلها دي بروين، 7 اتاكي منتاليتي. ازاي بيدافعوا كفرقه وبيهاجموا كفرقه، والكره الجميله اكتر فرقه بتجيب اجوان، اقل فرقه بتخش فيها اجوان. ازاي ده عايزه عبقريه ما تقدرش ما حدش بيعملها الا جوارديولا. ده حقيقي. الفكر ده لا لا بقول هو لك الشيء. طبعا وصل لمرحله تانية في الابداع في طبعا الكوره حقيقه والتدريب طبعا. الحقيقه، راجل بس احنا غريب عندنا يعني. في مصر بقى مشكلتنا، احنا عندنا كم ميسي وكم اجويرو وكم طبعا هو في امور جوارديولا. بتساعده يا كابتن، ما اكيد لا لا لا، انا مفهوم. قصدي انا قصدي اللعيبه عندنا. اللعيبه كل واحد اه بيطلع يعني عندنا ميسي مش عارف في الاتحاد، وميسي في سيراميكا كليوباترا، وميسي مش كده. عندنا دي الاسماء ماريا مش عارف. احنا اه عندنا اسهل. انت يعني كريستيانو مش عارف ايه. احنا بناخد رضا عبد العال جوارديولا. انت عملت ايه عشان حتى تقرب من جوارديولا؟ انت عملت ايه عشان تقرب من ميسي؟ هو بالاسم وخلاص والكلام ده اه او الشبه. فاحنا لازم احنا مش عمليين، احنا بنعيش في الواقع، احنا بنعيش في الخيال وبنصدقه. مش كابتن برضو مشكله. الفروقات كبيره، ما زالت كبيره كابتن زكي يعني. طبعا احنا بنحاول طبعا. طبعا ان لا احنا بنقرب من الاسماء على اساس ان انت ما بتشوف حد
موهبه في حاجه معينه، انك بتقرب في شكل او اسم ماشي، النجم بحب الكبير ده. اقرب فاروق، لكن احنا طبعا لازم نشتغل، انا فاهم ان احنا لازم ايوه نشتغل، بحب اقرب ان لازم أنا اعمل واشتغل عشان اوصل، صح مش صح. اعمل ويبقى ليك وبس. اسمك انت بقى، هو بقى يتمنى ان هو ياخد اسمك الشكل اه الناحيه التانيه. مثلا بقول لك، هو اه دلوقتي كم واحد بيسمي نفسه هنا في امريكا مو صلاح مثلا؟ اه عشان موجود يا فرض كابتن، نفسه. في موجود اه دلوقتي. طبعا. زي ما والله قلت طب لك دي حاجه حلوه، طب هنا ده شرف لينا. اه اه لا في مصر، هنا في امريكا كل اللي غاويين كوره وكل اصحاب الكوره مو صلاح مم. والاهلي مم. بس.